السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل طبق مكرونة مختلف تماما عن كل مرة بنعمل فيها مكرونة بالفراخ، وهيعجبكم جدا. وعايزة اقول لكم كمان عاملة صدور الدجاج بطريقة حلوة قوي هتعجبكم، وخصوصا لو عاملين دايت بقى هينفعكم قوي. الصدور دي ممكن تعملوها بنفس الطريقة دي للدايت، حلوة جدا. وعايزة اقول لكم بقى طعم الطبق بجد خطير. لو جربتوه ان شاء الله هيعجبكم جدا. وخصوصا بقى الناس اللي مش بتحب تقف كتير في المطبخ وعايزه تعمل غدا يكون سريع وسهل ومش هياخد معاها وقت كتير، ويبقى في نفس الوقت طعمه حلو، يبقى الوصفه دي لكم. يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا، بس في البدايه نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قبل ما نبتدي في الفيديو، ونسمي الله كده. ولو لسه مشتركتوش في القناه متنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ونضغط اعجاب الفيديو. اول حاجه انا جبت كده، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وجبت اول حاجه صدور الدجاج بتاعتي، وابتديت ان انا اقسم كل صدر كده على اتنين، عشان طبعا يستوي كويس، ويبقى يعني ايه ما ياخدش وقت كتير في التسويه. بعد كده بعد ما قسمته على اتنين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لان الصدور طبعا يعني كانت مش كبيره قوي، بس لو الصدور كبيره شويه يبقى قسموه على تلاتة. وبعد كده هنحط عليه شويه توابل بسيطه جدا، وهي عباره عن ملح وفلفل اسود. وبعد كده هنحط توم باودر وبصل باودر. كل ده طبعا بنحطه على الصدور، ونبتدي ان احنا نغلفها كويس بيها. وبعدين هنحط بقى، مش هننسى بقى، رشة صغيرة من الجنزبيل البودر، بيفرق جدا طبعا الجنزبيل في طعم الفراخ. وكمان اللي بيفرق اكتر بقى، وهو حاجة دلوقتي هنحطها هقول لكم عليها، نحط بس بقية المكونات بتاعتنا. وادي بقى حطيت كده الملح والفلفل والثوم البودر والبصل البودر، وبعد كده حطيت الجنزبيل، واخر بقى مكون عندنا هنحطه وهو عصير الليمون. عصير الليمون بيفرق جدا في طعم صدور الدجاج، وخصوصا لما بنشويها بيبقى طعمه حلو جدا، وبيدي مزازة حلوة قوي للفراخ. هنعصر بقى عصير نص ليمونة كده على الوش الأول، ونص التاني على الجنب التاني، ونبتدي ان احنا بقى نغلف الصدور بتاعتي بالشكل ده كده. وبعد كده نرش برضو نفس التوابل دي على الجنب التاني. وانا كده تبلت الفراخ. يعني لو عندكم وقت ممكن تسيبوها 10 دقايق مع التوابل دي كده، تبدأ تاخد وتدي كده مع بعض لحد ما تبدأ تاخد من طعم التوابل كويس جدا. وما عندكيش وقت مفيش مشكله، اعملي زي انا ما عملت واشتغلت بيها على طول في طاسه بقى او صينيه على النار كده، بس طبعا ما تكونش بتلزق. بس انا اللي عملتها دي بصراحه لزقت مني. المهم يعني حطيت بقى شويه من الزيت كده صغيره، مش هنحط زبده خالص دلوقتي. يا نحط زيت يا نحط سمنه، لان الزبده بتتحرق. فلما بتبداوا تحطوها في الاول فهتحرق معاكم الفراخ بسرعه، وهتحرق الطاسه، وفي نفس الوقت هتكون لسه مستوتش. فانا بقى في المرحله دي بقى، وهي بدات خلاص، شايفين لون الفراخ بدات تاخد لون من تحت كده، ابتديت ان انا احط مكعب زبده عشان بقى تاخد من طعم الزبده. وقبل ما اقلب صدور الدجاجة على الوش التاني، شوفوا بقى ابتديت ان انا اقلبها بقى على الجنب التاني اهوت، ابتدت تاخد اللون ده، وابتدي ان انا اقلبها على الجنب التاني. وبعدين هنبتدي بقى نشوحها من الجنبين كويس جدا. مش هحط اي توابل خالص ولا اي حاجه خالص دلوقتي، خلاص كده. وبعد كده هنبتدي بعد ما شويناها بقى كويس وشوحناها. عايزه اقول لكم بقى الصدور دي كده طعمها خطير بجد لوحدها. لو انتوا بقى عاملين دايت هتعجبكم جدا الوصفه دي. وممكن بقى نعملها على جريل كده ولا حاجه، وبس نحاول ان احنا نرقرق الصدور شويه، عشان طبعا تستوي معاكم بسرعه. هنبتدي ان احنا بقى نخرجها، وتبقى كده تتقدم كده وخلاص، من غير ما نكمل باقي الوصفه. ده لو انتوا عاملين دايت. وممكن كمان نشيل مكعب الزبده لو انتوا مش حابينه، يعني هو شويه زيت صغيرين بس، عشان طبعا ما يلزقش وخلاص، وعشان تتحمر. بعد كده قلبناها بقى واخدت اللون خلاص كده. بقى هنبتدي ان احنا نخرجها من الطاسه دي، نحطها بقى في طبق على جنب كده. شايفين اخدت بقى اللون من الجوانب كده، بصوا بقى اللون الخطير ده كده بقت جاهزه عندي. اشيلها بقى على جنب كده، احطها في طبق. وبعد كده عندي بقى نحط بقى بقيه المكونات بتاعتنا بعد ما خرجت الفراخ بتاعتي. وطبعا ما تنسوش بس النار هاديه، وانا بعمل الفراخ دي النار كانت هاديه، ما كانتش نار عاليه، ماشي. فتاخدوا بالكم بس من الحاجات البسيطه دي طبعا عشان ما تتحرقش. نهدي النار شويه كده، وفي نفس الوقت عشان تاخد التسويه. اخدت بقى اللون وخرجتها بقى في طبق بالشكل ده كده. وبعد كده بقى في نفس الطاسه دي، عايزه اقول لكم هي طبعا يعني ده هتحسوا ان هي محروقه، لا طبعا هي مش محروقه، هي البهاريز دي هي اللي هتدي بقى طعم للوصفه. هناخد بقى طبعا بس الباقيين دول لسه بيتشوح. هناخد بقى بعد كده الطاسه دي وهي على النار كده، نحط فيها مكعب من الزبده، وبكون محضره انا بصلايه كده مقطعاها، عشان طبعا ما نسيبش الطاسه كتير على النار. بتكوني مقطعه بصلايه صغيره كده، شرايح صغيره يعني قطع صغيره. وبعد كده هنبتدي ننزل بيها بقى على الزبده. مش قادره اوصف لكم بقى الريحه هنا عامله ازاي. وبعدين
وبعدين هننزل بقى عليهم بمعلقه صغيره طبعا فرمه توم، فهنزل بمعلقه صغيره من التوم المفروم او مثلا فصين 3 من التوم المفروم. هننزل بيهم بقى مع الوصفة دي، بتدي طبعا طعم حلو جدا. وبعدين نقلبهم بقى لحد ما يبتدوا ياخدوا لون يعني ذهبي شوية، مش هنزود عليهم قوي عشان طبعا ما تتحرقش الحاجات اللي تحت دي ما تتحرقش معايا. وبعد كده هننزل عليهم بمعلقة واحدة بس من الصلصة. لو مش حابين تحطوا صلصة وحابين تعملوها الوايت صوص، ممكن في المرحلة دي نحط كوباية من الكريمة وبلاش الصلصة دي خالص. بس طبعا انا بحب المكرونة الحمراء، فانا فضلت ان انا احط معلقة من الصلصة. وبعد كده هننزل عليهم بنص كوباية من المرقة او شوربة الفراخ. وبعد كده او ممكن نحط مية عادية مفيش اي مشكلة. بس لو حطيتوا مية عادية ممكن نحط مكعب مرقة، وممكن كمان ما تحطوش خالص، المهم يعني. لان طبعا اصلا طعم الفراخ موجود في الوصفة اوريدي يعني، فمش محتاجين ان احنا نحط مكعب مرقة. المهم بقى هننزل بقى ببقية بالفراخ تاني في الصوص الخطير ده، وبعدين نسيبها على النار كده 5 دقايق. وفي نفس الوقت انا حاطه حله على النار، حاطه فيها ميه عشان نسلق المكرونه، وهنحط عليهم معلقه كبيره كده من الملح. وبعد كده ننزل بالمكرونه بتاعتي، اي نوع مكرونه انتوا حابين تستخدموه مش هيقول لا. انا استخدمت المكرونه الاسباجيتي. وبعد كده هنبتدي ان احنا نسلقها سلق عادي جدا، تتسلق سلق كويس يعني، لان خلاص مش هسويها تاني، فهي تستوي بقى تاخد الوقت بتاعها المظبوط. وبعد كده هناخدها بقى نخرجها، شايفين هي كده استوت. هناخدها بقى نرجع بقى للطاسه بتاعتنا، هنشيل بقى قطع الدجاج دي عشان هنحطها طبعا على وش الطاسه، وهنقطعها لسه، فهنشيلها بره دلوقتي. وبعد كده هنجيب بقى المكرونه بتاعتي، في شايفين بس لو حسيتوا ان هي نشفت شويه ممكن نزود شويه من الميه عشان تبقى بالشكل ده، عشان طبعا تتشرب المكرونه منها كويس. وبعد كده احنا بنجيب المكرونه، انا مش بصفيها يعني، انا عايزه اقول لكم انا بالمساكه دي كده بخرج المكرونه من الميه على طول على على الحله بتاعتي او على الطاسه بتاعتي، عشان يبقى فيها برضو نسبه سوائل ما تبقاش ناشفه قوي. وبعد كده هنبتدي ان احنا نقلبها بقى مع الصوص الخطير ده. وكده بقت الوصفة جاهزة عندي، ما خدتش معايا 10 دقايق. انا مشغلة على المكرونة والفراخ في نفس الوقت، فما خدتيش 10 دقايق في المطبخ في الجو الحر ده طبعا، لان محدش بيطيق الحر ده بصراحة في المطبخ. فدي وصفة سهلة وسريعة وفي نفس الوقت تبقى حلوة جدا، مع شوية بطاطس كده شيبسي او مخلل او سلطة، وخلاص على كده وانتهى اليوم على كده. بعد كده هنجيب بقى قطع الصدور بتاعتي ونبتدي ان احنا نحطها على الوش. وطبعا محتاجين بقى ان احنا نحط شويه بس بعد، بصوا نرصها بقى كده بالشكل ده. مش محتاجين بقى اكتر من احنا نرش عليها شويه من البقدونس او الكزبره كده او اي خضره عندك، بتديها طبعا طعم حلو جدا، وطبعا بتدي لون حلو. بعد كده بقى كده الطبق اتقدم بألف هنا وشفا. طبعا على الاكل على طول يعني، ما نحاولش بقى ان احنا يعني نعمل الوصفه دي على الغدا على طول، عشان ما تبردش بقى وترجعي تسخني تاني. بس كده ما شاء الله، بصوا طعم شكلها طبعا تحفه، والفراخ مستويه جدا، وطعمها بقى مش قادره اوصف لكم جمالها وطعمها. جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا، وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.